منطقه الحفر بتاعته بس على طريق اسفلت، بحيث ان العربيه بتاعت السولار هتيجي تنزل في الخزان بتاعه في حاجه بتاعه يحطه فين؟ في العربيه بتاعته او في البرودكت بتاعته. 50,000 كل شركه هتحط ليها خزان 50,000 ياخد بقى 50 ياخد 25 والشركه اللي جابته 25 العربيه هتيجي تقريبا 50,000 51,000 متر تتفضل في شركه او في شركتين. تمام. مفيش مشكله خالص في الوقود ولا زيوت ولا في شحومات. هنا توصيل الكهرباء هنا يا فندم بالنسبه لشركه الكهرباء توصل اماكن الاضاءه في بعض المواقع. انا يا فندم اساسا الوقت الخطوط الكهرباء الرئيسيه دي انا هحولها لان هي متقاطعه مع محور القناه، فانا مش هوصل منها كهرباء وبعدين بعد كده الغيها، ولكن انا بعتمد دلوقتي على المولدات. كل شركه جايبه لها مولد كهرباء ومعاها كشافات بتنور القطاع بتاعها وبتشتغل فيه زي ما هي عايزه من الفجر لما لحد ثاني يوم الفجر. مجمع الخدمات المعيشيه العيش الحاجات دي هل هتعملوا يا فندم مجمعات هنا؟ القوات المسلحه يا فندم دلوقتي بتعمل وهتعمل خدمات اداريه فيها اطعمه، فيها ميه، فيها وسائل الترفيه اللي مطلوبه، فيها كل اللي عاملين في المشروع عايزاه. امتى يا فندم؟ بالاضافه يا فندم بدات دلوقتي، لو حضرتك مشيت دلوقتي هتلاقي فيه دلوقتي شركه كون سيرفيس موجوده، الوطنيه للبترول موجوده، المشروعات الانتاجيه بتاعت الجيش الثاني موجوده، مشروعات الخدمه الوطنيه موجوده، محافظه الاسماعيليه مشكوره بعتت ناس من عندها النهارده من مديريه التموين بتعمل دلوقتي برضه بتحدد اماكن عشان تعمل فيها منافذ بيع عيش ومنافذ بيع اطعمه وكل انواع الجبن وكل انواع العصاير والمشروبات موجوده. محافظه الاسماعيليه بتشتغل فيها دلوقتي، مفيش حد بيتاخر، كل الناس بصراحه بتساعد وكل الناس عندها امل كبير ان المشروع ان شاء الله يفتح بيوت ناس كتير، عشان كده كل الناس بتساعد بدون مقابل بصراحه وشغاله.